محسن وشكران، الثنائي اللي تقف عنده كتير جدا في مسلسل هوانم جاردن سيتي. الفنان الجميل هشام سليم والقمر اللي ملهاش زي ولا هيكون لها اعتقد جدا يعني عبلة كامل. تقف بقى عند العلاقة دي وتتساءل. كتير مننا بيتحول شكران في علاقات كتير، الست اللي بتحب قوي، اللي بتكون طيبة قوي وبتكون بسيطة قوي، واحيان كتير كمان من غير ما تقصد ولا تقول ده بشكل معلن، بتنسى حجمها الحقيقي، بتنسى قد ايه هي قوية ومهمة من كتر ما هي طول الوقت اللي بيبان منها وبيتقال على لسانها كلام داعم وفيه مساعدة وحب مطلق غير مشروط بالمرة. النتيجة بقى لو احنا مع شخص مش ناضج قوي زي شخصية محسن كده، انه بيقابلك التالي بقى. ان محسن في ليله من الليالي كده في حوار عظيم بينهم في المسلسل يعني قال لها انت ليه ما تحاوليش تغيري في نفسك؟ انت مش ناقصك حاجات كتير يا شكران، حاولي مثلا تتغيري كده وتبقي زي شهرت، زي نجوى، او زي غيرهم كتير. نقيس بقى على نفسنا وعلاقات كتير بنكون فيها لما بيبتدي السيل وبحر المقارنات. ليه؟ لمجرد انك بس كنتي زي ما قالت شكران. قالت له انا كنت بسيطه معاك يا محسن، انت اللي ترجمت البساطه دي غلط، انت اللي اتعاملت معاها انها قله حيله. بالعكس هي كانت منتهى القوه. ورد وقال لها ما تصغرينيش قوي يا شكران. قالت له بمنتهى الرقه والعزوبه والجمال، مفيش حد يا محسن كبرك قدي. وكتير مننا فعلا بيكتشف ده في اخر لقطه في الفيلم، ان كتر الطيبه المفرطه وكتر التعاون الغير طبيعي وكتر العلاقه اللي كان فيها بندي قوي ومش واخدين بالنا احنا بناخد ايه. وارد كمان نكون في النص كنا بناخد كلام في العظم كده من عينه المقارنات ومن عينه الوصف طول الوقت بان احنا ناقصنا حاجه. لما شكران بقى فاقت كده واستوعبت ان هي كانت بتدي من غير ما تاخد اي حاجه، في اللحظه دي فاق محسن. بس كانت شكران خلاص اكتفت بنفسها وحست قد ايه هي مهمه جدا وكبيره. لما قال لها ما تسيبينيش يا شكران انا محتاج لك جدا وبحبك قوي، قالت له بمنتهى الهدوء انت ما اديتش نفسك فرصه ان انت اصلا تحبني. انت كان ممكن تحبني بس انت ما حاولتش. حتى مميزاتي كنت بتقلبها عيوب، الطيبه كنت بتشوفها خيبه، حبي ليك كنت بتشوفه ضعف. طبعا دي لحظه تنوير كده حصلت وصراحه وكلام من القلب اتقال من شكران. بس كتير مننا بقى بيبقى منسحب قوي جوه علاقه هو فيها عمال يحجم نفسه بشكل بسيط جدا ومش حاسس بقدراته وامكانياته، او حتى لو حاسس بيها المعلن منه غير كده اطلاقا. فبالتالي لو احنا مع طرف زي محسن كده غير ناضج بالمره، تلاقي نفسك للاسف بتضلم حته حته. لكن احنا في الواقع بقى محتاجين نسمع الكلام ده كتير، نسمع ان احنا لازم نبقى حاسين بحجمنا كويس جدا قبل ما نشارك حد حياتنا. لازم يكون عندنا تفاصيلنا الخاصة لمدركين قد ايه هي قوية وقد ايه هي داعمة وهي ممكن تسند وتفرق في حياة حد، قبل ما نخش في بحر من المقارنات وان احنا يتقال لنا ان دايما ناقصنا حاجة. عشان كده ضروري جدا يحصل طول الوقت مراجعة في العلاقات، وطول الوقت كده يبقى في إعادة وإدراك احنا بنعمل ايه جوه العلاقة دي وواصلين لأي مرحلة وبناخد ايه وبندي ايه قدامه. أكيد العطاء صفة ملهمة ومهمة جدا جدا. أحيانا كتير العطاء والتفاني المطلق ده ممكن يوصل صاحبه لنهاية للأسف انه يكره طيبته ويكره الصفات دي في شخصيته. ولو حد عاش التجربه دي وعاش كده سنين اتسرسبت من حياته وهو مش مدرك خالص انه بيدي وما بياخدش، يا ريت جدا يكتب لنا التجربه دي في الكومنتات. يجوز يكون حد في المرحله دي دلوقتي ويحس كده ان الكلام ده نور له لمبه، فتح له سكه، خلاه يفكر ويعيد حساباته في حاجات كتير جدا بتدور.